يا جماعة دلوقتي أنا عندي مشكلة. المشكلة دي هي إن إحنا بقالنا فترة مش كبيرة معزلين، ولما عزلنا ما فرشناش كل حاجة. فأنا عايزة النهاردة كنت عايزة أودي اللابتوب بتاعي عشان يتعمل له فورمات، عشان متدمر خالص وتقريبا دخله فيروس أو حاجة. فبدور على السي دي بتاع الويندوز عشان لما الراجل يعمل له فورمات ينزل من السي دي الويندوز اللي عندي، ومش لاقياه خالص. مش لاقيه الشنطه اللي كان فيها حاجات اللابتوب اللي فيها السي دي. بدور، معلش انا طالعه نازله، فهدور دلوقتي فوق يا رب الاقي الشنطه. بصوا الدنيا عامله ازاي، يا رب بقى الاقيها. دي شنطه بتاعت المفروض بس مش فيها. مش عارفه ليه قلبي بيقول لي ان حاسه ان انا هلاقيها في اوضتي في الاخر. يعني هي دي حاجات اللابتوب. مفيش حاجه يا جماعه، اهو لقيته. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معلش الصبح ما عرفتش اسلم عليكم كويس، بس كنت قاعده بدور على الحاجه بتاعه اللابتوب، ودلوقتي انا رايحه عشان اوديه عند الراجل. عايزاه يعمل لي فورمات وعايزاه يظبط بقى كل حاجه فيه، وبعد كده نشوف بقى النظام. عايزه كانت عايزه الفوتوشوب تقريبا. بس هو بس حضرتك قلت لي بطيء بطيء جدا. فانا دلوقتي عايزه لو حضرتك ينفع تعمل له فورمات. انا دلوقتي هدخل اصلي المغرب، وديت اللابتوب وبعدين هدخل اصلي المغرب عشان الحقه قبل ما العشاء يبدا. بكام لو سمحت؟ يا جماعه جبت ميه، وبعدين دلوقتي ناقص لي ساعتين على التمرين. انا كنت جايه بدري عشان عايزه اودي اللابتوب ويلحق يخلص عقبال ما اخلص التمرين. فدلوقتي انا بقى مش عارفه اقعد اعمل ايه لحد التمرين، ناقص لي ساعتين، فهنشوف بقى نعمل ايه، نتسلى. ازيكم؟ كنت عايزه اقول لكم حاجه بمناسبه الصلاه. في كتير بيجوا يتحججوا ان احنا مش بنصلي عشان اصلا احنا مش متوضيين، فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا قبل ما تنزلوا في اي حته تتوضوا وعلى طول تلبسوا الشراب عليه، عشان حتى لو نقضتوا وضوءكم وانتوا بره البيت تقدروا ان انتوا تتوضوا على الشراب بسهوله، ما تبقاش دي حجه يعني، عشان دي مش حجه خالص. وبعدين في حاجه كمان، يعني بصوا هي مجرد خواطر كده جت في بالي دلوقتي انا بتكلم معاكم. الاسبوعين بتوع الاجازه دول اكسبكت بروجرام مختلف على الشانل عن اللي هو اسبوع واسبوع. ممكن انزل اكتر من فيديو في الاسبوع بما ان انا فاضيه. و حاجه كمان كنت هقولها لكم، الميه. حاولوا انكم تشربوا ميه كتير عشان جسمكم فعلا مفيده جدا جدا للجسم، يعني بشكل عمركم هتتخيلوه، سواء بتتمرنوا او مش بتتمرنوا. بس الميه مفيده جدا. يعني انا جبت الازازه دي عشان بس اشربها في الساعتين اللي هم قبل التمرين دول، ويبقى معايا ازازه اكبر من كده اساسا يعني في التمرين نفسه بقى بشربها طول ما انا في التمرين. وبس الساعه دلوقتي 7:45. المفروض ان دلوقتي العشاء هيدن، فاول ما يدن هقوم ادخل الجامع واصلي بقى جماعه. المغرب ملحقتوش جماعه عشان كنت متاخره فصليت لوحدي، ودلوقتي بقى ان شاء الله اصلي جماعه. اشوفكم بعد ما اصلي. يلا بينا على التمرين. الجو ساقع جدا، وانا بصوا انا لابسه كتير قوي. باجي في التمرين ببقى مش قادره بتحرك جدا، وبعد التمرين اول ما اخلص تمرين ارجع البس واتكتف كده تاني. يلا بقى دلوقتي فاضله خلاص، التمرين قرب.
قادرة عايزة انام. بس قبل ما انام ما نسيتش الفقرة دي وسميتها الحمد لله. بصوا كذا حد قال لي، وبجد بشكر كل واحد قال لي واداني افكار. كل الافكار اللي انتوا قلتوها حلوة جدا جدا جدا، بس انا عجبتني اكتر حاجة بتاعت واحدة كانت قالتها لي اسمها فتح مخك، عشان هي فعلا بتعبر عن كده، او هو دوت هدفي، ان انا عايزة ان احنا نفتح مخنا. وطول ما احنا بنقرا القرآن غصب عننا نفتح مخنا ونقوم نشوف ايه الرسالة اللي احنا عايزين نوصل لها، او ايه الرسالة اللي ربنا عايز يديها لنا من الآية دي. النهاردة بقى هي آية بجد من اكتر الآيات اللي انا بحبها قوي قوي قوي، ولما جيت في مرة سمعتها أثرت فيا بشكل فظيع. هي في سورة البقرة آية 74. بسم الله الرحمن الرحيم: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. صدق الله العظيم. وهنا بيقولك إن هو يعني إيه؟ انظر للخير في أوجه الحياة قبل الشر الذي فيها، فحتى الحجارة الجامدة تتفجر منها الحياة. ويعني ممكن انا مش عارفه ان انا اقول لكم ايه عنها، بس يعني ممكن اقول لكم اللي هو ما تبصوش للحاجه من بره. انت ممكن تكون شايف ان الشخص ده وحش، او انت شايف ان هو مش طيب، او شايف ان هو زي ما نقول مثلا شرير، بس هو في الحقيقه من جواه، ولما تتعامل معاه حاجه تانية خالص، او تحكم عليه من منظره وهو يعني شكله ده لا يعني اي شيء في الحقيقه. فدي بجد آية بتأثر فيا قوي، عشان هي فعلا انت بتشوف ان الحجارة بشكل معين وسبحان الله بيخرج من وراها بيتدفق منها انهار ومية، احنا هنبقى من غيرها ولا حاجة. فده كان بالنسبة للآية بتاعت النهاردة في فقرة فتح مخك. بالنسبة بقى للكتاب اللي هو خلاص انا في اخره، نقرا شوية قبل ما ننام، وبكده هيبقى الفلوج خلص. يا رب يكون الفلوج ده عجبكم، وممكن اكون بكتر من الفلوجز الايام دي شوية، بس عشان انا في اجازة ففي ممكن شوية حاجات انترستنج بتحصل في حياتي اكتر من الدراسة، وبنزل اكتر على قد ما اقدر، وفي دماغي كذا فكرة، ف يعني استحملوني الاسبوعين دول. يلا اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.